عن الكونفدرالية، والكونفدرالية ترى ما تتدخل في شؤوننا الداخلية. ما هو طرح هذا أبداً. طرح في الملك عبد الله طرح هذه الكونفدرالية وشكلت لجان في الأمانة طيب العامة. ما الذي حصل؟ بهذا بالضبط ما الذي حصل. طرح وطرح بومتعب في القمة الخليجية. نعم وشكلت لجان لبحث هذا الأمر، ولا أدري بالضبط ما الذي جرى. فهمت كيف؟ واحنا خايفين تموت الفكرة بين يعني درج ودرج آخر. فهمت كيف؟ لا حل لدول مجلس التعاون الخليجي إلا بالتكاتف وبالتعاون وبالتنسيق، كما تنص على ذلك الوثيقة التأسيسية لمجلس التعاون الخليجي. طيب هنا دورنا نحن كمثقفين وإعلاميين يا دكتور لدعم مثل هذا التوجه الذي قاده والدنا خادم الحرمين الشريفين في موضوع الكونفدرالية. يعني النخب الخليجية الإعلامية والمثقفة ما الدور الذي عليها يا دكتور؟ يعني النخب الخليجية ليس عندها إلا التوعية، ما تقدر إلا أن توعي، تكتب، تخاطب، تحاضر، تشارك بالرأي، تذهب إلى المسؤول وتعطيه رأيها، تلح على آرائها. ليس عندنا إلا هذا العمل الدؤوب المثابر على التوعية وعلى الشرح. يعني هذه الندوة اللي بيني وبينك الآن في الحديث عن هذا الحال صحيح جزء من التوعية. جزء من التوعية، وهي رسالة فعلا، رسالة للمثقفين وتصل للنخبة وتصل لصاحب القرار وتصل إلى المواطن العادي. طيب هنا كان طرح الدكتور عبد الله، قال عادل عبد الله إنه العلاج الأمني لوحده لا يكفي في التعامل مع يعني هذا الملف. لابد أن يتوازى معه، وطرح موضوع التذويب والثقافة وتعامل الأقليات بما تعامل. ما رأيك يا دكتور؟ تصدق يا أخي عبد العزيز، صدر من تقريبا أسبوعين أو من شهر كتاب جميل، أتمنى عليك أن تلتقي بمؤلفه. كتاب نادر للدكتور، دكتور في الأردن، اسمه الدكتور نبيل العتوم. الدكتور نبيل العتوم. لكن يعني بالخلاف اسمه كان نور وليس عتمة يعني. ما اسم الكتاب؟ اسم الكتاب صورة أهل السنة والجماعة في الكتب المدرسية الإيرانية. في الكتب المدرسية الإيرانية صورة أهل السنة والجماعة في الكتب المدرسية الإيرانية. درس الدكتور نبيل كل مراحل التعليم في إيران. حلو. شوف الجهد الجبار الخطير اللي لعبته وسائل التربية والتعليم في الجمهورية الإيرانية. يربون جيل سيفاجئنا بعدوانيته للعرب وللمسلمين، سيفاجئنا. فهمت كيف؟ يعني حتى لو يسقط هذا النظام في إيران سيأتي الجيل المحمل بكل هذه الحمولات الأيديولوجية. أعطنا أمثلة منها يا دكتور. يعني الحديث عن الصحابة بطريقة، عن الصحابيات بطريقة، عن أمهات المؤمنين بطريقة قريبة من طريقة ياسر الخبيث هذا القاعد في لندن. فهمت كيف؟ والعرب وأسلوب العرب، ثقافة العرب، كل إدانة للعرب، شيء مخيف وشيء رهيب. فهمت كيف؟ ولذلك هم الآن قاعدين يربون جيل في المدارس الإيرانية، وهذه مناهج اللي طرحها الدكتور نبيل العتوم بمنتهى الخطورة. جيل لا يؤمن بأننا إحنا مسلمين، ولا يؤمن أننا حريصين على الدين، ولا يؤمن أن الكعبة من حقنا وأن تكون هنا، لابد أن تنقل عندهم. عندهم في قم لابد أن تنقل الكعبة. هكذا يخاطبون الطالب، والطالب يشب على ما يربى عليه. صحيح. طبعا شاب ولد صغير عمره 6 سنين و7 سنين، تقول له كذا، تقول له أم المؤمنين فيها كذا وكذا، تقول له الكعبة كذا وكذا، تقول له خلاص تزرع فيه على مدى 12 سنة من التعليم، من الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي. خلاص يصبح مسلمة من المسلمات
ويصبح العرب يعني أمة معادية وأمة خطيرة وأمة نجسة. أمة نجسة. نعم. أمة نجسة. ما وجد احتجاج من قبل الدول العربية مثلا على مثل هذه الدول العربية؟ نحن لو قمنا بمثلا في مقرراتنا صح. بمثل هذا، وقمنا في موضوع الفرس ولا موضوع إيران، نعم. بشيء بسيط لربما قامت الدنيا ولم تقعد. نعم. أبدا، العرب لا زالت يعني أمة منشغلة في يومياتها ولا تنظر إلى المستقبل للأسف. عسى ولعل هذه الأحداث في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق عسى أن تكون يعني إرهاصات لاهتمام العربي بالمستقبل. أما هذا الموضوع فلم يهتم به العرب إطلاقا، والدليل على ذلك ليز تشيني، بنت ديك تشيني، التي جاءت إلينا منذ كم سنة وقالت للمسؤولين عندنا في دول مجلس التعاون الخليجي: عليكم أن تلغوا هذه الآيات من تدريس أطفالكم، لأنها آيات تتكلم عن اليهود وهي تبث الكراهية بين الشعوب، وهذا يناقض دستورنا الأمريكي. إلخ صحيح. انصاعوا لكلامها، شكلوا لجان، درسوا المناهج، وفعلا غيروا في المناهج للتدريس الديني في دول مجلس التعاون الخليجي. على الأقل حصل عندنا بالكويت. فهمت كيف؟ لأن احنا أصبحنا للأسف نتلقى التعليمات أحيانا بالفاكس. ما في داعي ليز تشيني تأتي إلينا، أحيانا بالفاكس. فهمت كيف؟ فيعني آن الأوان أن نصحوا يا عبد العزيز. نعم والله أنا أتمنى. هنا يعني يحضرني وأنت تتحدث دكتور عن موضوع إيران وكذا. الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم كان ضيفي الأستاذ عمر الزيد، وتداخل صديقك وزميلكم الدكتور وليد الطبطبائي، وقال أن الخطر الإيراني اليوم تجاه دول الخليج أكبر وأشد من الخطر الإسرائيلي، ومن المفترض أن نتجه بكليتنا إلى مواجهة الخطر الإيراني. هل أنت مع هذا؟ نعم، أنا مع أخي وفي الله وليد الطبطبائي في هذه الرؤية، والدليل على ذلك أن إسرائيل تحتل فلسطين اللي هي 20,000 كيلومتر مربع، وفارس أو إيران تحتل الأحواز اللي هي 160,000 كيلومتر مربع، زائد جزر الإمارات الثلاث. صح ولا لا؟ صحيح. وهي لا تعبأ بكل النداءات. ربما الآن القوميون يسمعونك ويقولون ما بال الدكتور عبد الله النفيسي وهؤلاء، يعني إسرائيل أولى وأهم وأخطر من إيران. لا طبعا، احنا نهتم بالصراع العربي الإسرائيلي، واهتمينا به على مدى 60 سنة. لم نؤثر على القرار الإسرائيلي حتى الآن في هذا الموضوع، ولكن على هؤلاء القوميين أن يهتموا بالجانب الآخر من الخليج، اللي هو إيران تحتل في الأحواز كلها، من الأحواز إلى بندر عباس. فيها 95% من نفط إيران هناك. فهمت كيف؟ ويمارس على العرب كل أشكال الاضطهاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور عبد الله، استأذنك والسادة المشاهدين في أخذ هذا الاتصال الهاتفي الثاني من الباحث والكاتب السعودي خالد الغنامي. حياكم الله أستاذ خالد. حياكم الله يا أستاذ عبد العزيز. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم. سلام ورحمة. تفضل بمداخلتك أستاذ خالد. الله يبارك فيك. أنا ما يعني المداخلة أو الفكرة تتعلق في محاولة متواضعة لقراءة الإسلام الإيراني أو الإسلام الفارسي، يعني أو الإسلام الصفوي إن شئنا أن نقول. هذا الإسلام الذي تقدمه إيران هو في الحقيقة قراءة فارسية للقرآن الكريم. يعني ماذا يعني هذا الكلام؟ نحن نعلم أن الإسلام فتح فارس في الماضي في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فكان في الأرض هناك أديان أخرى من مجوسية ومزدكية وهلم جرا من تلك الأديان. فحاولت الأعراق هناك أن تلبس عقائدها وأديانها